مين هو ستيفن هوبكنز مخرج مسلسل أحمد عز الجديد؟ كلنا عارفين ان مسلسل احمد عز للمنصات اسمه الامير، واحنا في اخر خبر اول من كشفنا عن اسم المسلسل، وفي اخر خبر برضو كشفنا ان مخرجه عالمي وهو ستيفن هوبكنز، وده اللي اكده المستشار تركي آل الشيخ في منشور ليه على منصات السوشيال ميديا بعدنا على طول. ومن ايام بسيطه كمان اعلن المستشار عن انطلاق تصوير المسلسل من خلال فيديو نشره عن كواليس اول يوم تصوير، واللي ظهر فيه احمد عز مع المخرج العالمي ستيفن هوبكنز. بس السؤال هنا، مين هو ستيفن هوبكنز؟ هوبكنز هو واحد من أهم المخرجين على الساحة العالمية، وصاحب مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة بين السينما والتلفزيون، وقدم خلالها عدد من الأعمال الناجحة، منها بريدتور 2 وفيلم المغامرة التاريخي The Ghost and the Darkness، بالإضافة إلى الجزء الخامس من سلسلة الرعب الشهيرة A Nightmare on Elm Street. هوبكنز حاصل على جائزة الإيمي أووردز كأفضل مخرج عن فيلم The Life and Death of Peter Sellers، وده نفس العمل اللي نافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. يعني احنا قدام عمل بمواصفات عالمية فعلا.